حلقتنا اليوم حننشئ فيديو من خلال النص. إنه أفضل موقع حاليا في 2024. يمكنك كتابة النص وتحويله إلى فيديو مثل ما ترونه الآن، أو تحويل أي صورة إلى مقطع فيديو بطريقة احترافية. غير كلام كتير، يلا بينا نبلش. لكن قبل ما نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي. يلا بينا. أولا نفتح تطبيق جوجل ونبحث عن فيفاجو AI. سيظهر اسمه أمامكم الآن. ظهر أمامنا في المقدمة، نضغط عليه. فتح معنا الموقع بهذا الشكل، نضغط على تري فور لبدء التسجيل. هذه الفيديوهات وواجهة الموقع، نضغط على تسجيل دخول أولا. نسجل الدخول باستخدام الجيميل. بعد تسجيل الدخول سنتعرف أولا على الموقع. هذه بعض الفيديوهات التي أنشأوها من قبلنا. هنا تست تو فيديو، التحويل النص إلى فيديو. إيماج تو فيديو، تحويل الصورة إلى فيديو. نكتب مثلا أطفال يلعبون الكرة في الملعب. طبعا أنا مترجمها للإنجليش. نضغط على إنشاء. عذرا، هناك بعض التفاصيل نسيت أن أخبركم إياها. هذه الأداة، هناك مثلا بعض المشاهد لا تريدها في الفيديو تكتبها هنا. وهذه الأداة هي تحديد قياسات الفيديو. نحن راح نختار 19:6، هو قياس اليوتيوب. وهذه الأداة لتخفيض دقة الفيديو أو خفف دقة الفيديو لكي لا أطيل عليكم. وأداة ماجيك، هذه تضيف كلمات من عند مشاهد وكلمات من خلال النص الذي كتبته. سأضغط عليه. كما ترون أضاف مشاهد كثيرة. نعطي إنشاء. بدأ التحميل. كما ترون الفرق واضح بين الفيديوهين. لنجرب الخطوة الثانية، إضافة الصورة. سأضيف أنا هذه الصورة وسأخليها كاملة لنرى الفرق. نعطي إنشاء. سأضيف صورة ثانية. كمان هخليها صورة كاملة لنرى الفرق. نعطي تم إنشاء. طبعا لا يوجد فرق كثير، يعني هو فقط عمل زوم. في الكتابة النص وتحويل الفيديو أفضل من إضافة صورة وتحويلها. وإذا أعجبك الفيديو تضغط على داونلود لتحميل الفيديو. وإذا لم يحمل تضغط ضغطة مطولة وتنزيل الفيديو. نضغط على جميع الفيديوهات التي أنشأناها. نضغط داونلود. وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تضع لنا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل شي جديد. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اترك لي في التعليقات سأجيبك. وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.